اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، بعد سنوات طويلة من الخبرة العسكرية والتحليل الاستراتيجي، وبصراحة شديدة سيادة اللواء، ما هو الاعتراف الذي ظل بداخل سيادة اللواء سمير فرج ولم يفصح عنه، لكن آن الأوان أن يخرجه في العلن وينفرد به ميكروفون الإذاعة المصرية؟ ساعات وانت موجودة بتتخذ القرارات انت مقتنع بيها ممكن تكون عكس القانون. انا كنت قائد قطاع السلوم العسكري اللي واخد كل حدود ليبيا بالكامل، وانت قائد فرقة بيبقى عندك كل يوم 2 محكمة عسكرية، والجيش عندنا القاضي بيحكم والضابط المصدق وخلاص، مفيش استئناف، ده القانون العسكري من كده. ففي يوم ببص وانا بدرس الاحكام لقيت ولد واخد 10 سنين سجن. ايه ده؟ لان احنا عندنا في الجيش اليوم غياب يوم سجن، انت غبت يوم معروف القانون. فاتاري الولد ده دخل التجنيد الصبح، كشف عليه وصوروه وما خدش باله انه صور، ففاكر هو تاني يوم او ثالث يوم فمش يروح. فقالوا قال له سافروا الكويت. الموضوع صعب، هاتوا لي الواد، من النادر انك انت جبت الواد، تعالى. كل واد قال لي رحت الكويت، اشتغلت، عملت اكبر شركه مقاولات في الكويت، انا اللي عامل كذا وعامل كذا وبتاع والبرله بقى. صعب عليه الواد، لا يخصم، مش دخل الخدمه وهرب، لا هرب يتحاسب. فرحت كاتب تصدق على الحكم مع ايقاف التنفيذ. يعني الولد ده يخرج بكره الصبح يروح بيته بعد 10 سنين سجن، يروح وخلاص. انا مقتنع. فلقيت مدير المحاكم، يا فندم كنت العميد، ست العميد سمير، وانا كنت مشهور اكتر من دلوقتي، حضرتك اديت واد امبارح مع ايقاف التنفيذ؟ قلت له لان الواد ما خدمش ولا يوم. يا فندم القانون غير كده يا فندم، ده لو حد تاني كنا قلنا الموضوع، وبعدين مش هنقدر نغيره لان نزل على السيستم خلاص. ارجوك يا فندم ما عنديش تعمل كده تاني. فانا من جوه انسانيتك اخترقت القانون، بس ما كنتش اعرف. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية السابق، بخبرة سيادتك الممتدة لعقود، هل هناك تطور في المشهد الإقليمي تراه قادما قبل أن تعلن عنه الأحداث؟ ما الذي تراه عين الدبلوماسي قبل أن يراه الشارع؟ الأمر في الحقيقة صعب التكهن بما قد تصل إليه الأمور. فلدينا منطقة ملتهبة، سواء الأعمال العسكرية الحالية في إيران، الأوضاع في السودان، في اليمن، في ليبيا. هناك كثير من الأزمات التي لها تأثيرها السلبي على المنطقة، ولكن أيضا هناك التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بالذكاء الاصطناعي، بمدى إمكانية دول المنطقة الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة وأن تعفي نفسها من أي سلبيات مرتبطة بها. التواصل والتضامن فيما بين دول المنطقة بعضها البعض، خاصة الدول العربية، من شأنه أن يزيد من قدرتها على تحمل التحديات، ولكن الاضطراب الحالي يجعل كثير من السيولة في إمكانية التكهن بالمستقبل. هل هناك اعتراف شخصي في حياة الدكتور وسيم السيسي احتفظ به طويلا ولم يفصح عنه من قبل، ربما ليس لأنه سر، لكن لأن لحظة الإفصاح عنه لم تكن قد حانت بعد؟ هو الاعتراف ما أقدرش أقول إن أنا لم أبوح به من قبل، إنما أنا بحت به مرة يمكن قبل كده، إنما لم أسجله رسميا لأن أنا عاوز أسجله رسميا. هل تعتبر أن هذا اللقاء تسجيل رسمي عبر الميكروفون؟ أنا أعتبره تسجيل رسمي، أنه حين حيني أنا أريد أن أتبرع بجسدي لكلية الطب اللي تعلمت فيها، وتبقى قاعة ويكتبوا عليها الموتى الذين يعلمون الأحياء. بعد سنوات طويلة في رئاسة التحرير وإدارة النقاش العام، ترى ما هو الاعتراف المؤجل الذي لم يقله أو لم يفصح عنه الكاتب الأستاذ عصام كامل إلى هذه اللحظة، وتشعر أن الوقت قد حان لقوله بوضوح ومسؤولية؟ هعترف بحاجة
كنا في فترة من الفترات كنا بننزل ساعات مع جهات أمنية لاقتحام بؤر إجرامية، وكنت صغير وكان معايا كاميرا، وكان بيتم اقتحام بيت مشبوه، فمعرفش ازاي انا قدرت اصور. يعني بعد ما صورت وطبعت الصور يعني جاتني حالة نفسية صعبة جدا لفترة طويلة، ان ايدي ضغطت على الكاميرا. صحيح لم تنشر هذه الصور، لكن انا ما غفرتش لنفسي الى الان فكرة اني صورت، وخصوصا انه كان فيه ممكن ما نسميه اطفال تحت السن. فدي دي كانت اقصى تجربة ما كلمتش فيها مع حد خالص في حياتي، لكن اني يغريني حدث صحفي اعلى من القيمة الانسانية التي كان يجب ان اضبط نفسي بها، وان انا ما شغالش اصلا فلاش الكاميرا. هل هناك اعتراف شخصي تأجل طويلا في حياة القدير أحمد ماهر وترى أن الوقت قد حان لقوله الآن؟ ما من شك، كنت أشارك في إحدى المسلسلات الدينية وقمت بدور أبو جهل. أنا قبلت عشان أوصل للمشاهد قد إيه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عانى حتى من أهله. فالمشهد عند الكعبة الجميع يتصيحون أن نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه يطوف بالكعبة، وإذا بأبو جهل ينادي عليه ويستوقفه. نحن لا نرى، ولكن تمتد أيدي أبو جهل وتدخل الكدر وتخرج منه، ونراها وهي تهتز ثم تقذف بالشخصية التي تمسكها، وانتهى المشهد. انتهى المشهد، جري أحمد ماهر ورا الديكور بتاع الكعبة في أبو رواش، ويعلم ربي خدت وقت قد ايه عمل ما هديت تكفيرا عن هذه اللحظة القبيحة الشنيعة اللجدان. يعني من منا لا يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ترى ما الاعتراف المؤجل في حياة فضيلة الشيخ عويضة عثمان الذي لم يصرح به من قبل، وربما يرى أن الوقت قد حان لكي يصرح به الآن؟ اعتراف أقوله دائما: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عملت في مجال الإفتاء، لأنها مهمة خطيرة والإنسان يسأل عنها، وربما يطول السؤال أمام الله، نسأل الله العافية. ولكن عزائي أن الله أقامني فأسأله برحمته وعفوه وعونه أن يعينني وأن يجنبنا الزلل والخطأ. المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى حجازي، بعيدا عن المناصب وبعيدا عن الفكر والسياسة، هل هناك اعتراف إنساني في حياة الدكتور مصطفى حجازي احتفظ به طويلا ولم يفصح عنه من قبل، وترى أن حان الوقت للإفراج عنه والاعتراف به؟ أنا مع مرور الوقت يترسخ لدي مقولة هي قيلت في تاريخنا وتعلمناها صغارا، ولكن أراها تحمل وجاهة كبيرة، وهي مقولة مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هذا اعتراف أم فخر يا دكتور مصطفى؟ الاثنين معا. احنا في وقت الوطنية مستهلكة جدا ومسلعة كما يقال، تحولت لسلعة. يعني الاعتراف ده من وجهة نظري ان هو ده فعلا بعد تطواف كتير، دي قناعة وصلت لها، وحاسس انها اعتراف، يعني حاسس انها يلزم ان تكون اعتراف. هو الاعتراف انها مش مبتذلة، انا بقولها وانا يعني هي تحركني فعلا، يعني هي فعلا لها وجاهة ولها منطق، مش كلام عفو الخاطر، مش كلام شعري. ولا اعترافنا بالنسبة لي هي ليست كلاما شعريا. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.